أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في فقرة جديدة. احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم. طبعا كلكم سمعتوا عن موضوع البقرة المبروكة. احنا النهاردة هنتكلم مع بعض في موضوع البقرة دي، وكمان هنقول ايه الحكاية بالظبط، ويا ترى البقرة دي مبروكة فعلا ولا دي تخاريف وكلام ملهوش أي لازمة. يلا بينا نبتدي ونشوف ايه الحكاية بالظبط. ظاهرة على الشاشة قدامكم دي هي صورة البقرة المبروكة اللي الناس بتقول عليها. البقرة دي موجودة في قرية تبع محافظة البحيرة. الفلاح صاحب البقرة بيقول إن البقرة مولودة من 4 أشهر وحامل في 9 شهور. زي ناس مولودة من 4 شهور وحامل في 9 شهور، ده هو السبب اللي خلاها مبروكة في نظر الناس. ايه اللي حصل بعد كده يا فوفا؟ احنا شعب طيب وغلبان وبيصدق اي حاجة بتتقاله. اول ما الراجل صاحب البقرة ابتدى يقول دي مبروكة وبيحكي روايته، تجمهر عليه شعب القرية وابتدت الناس تجيله من كل حتة. صوروا مع البقرة وملبسينها سبح وبيسموها المبروكة. وبعد كده ايه اللي حصل؟ ابتدوا ينادوا ويقولوا هنعمل لها مجام، ده احنا غلبنا الهند في عبادة البقر. ياه، وصلنا للدرجة دي؟ هنعمل للبقرة مجام؟ أكيد الدولة مسكتتش. طبعا مسكتتش. ايه اللي حصل؟ كون فريق من الطب البيطري وراحوا كشفوا على البقرة. وبعد ما كشفوا على البقرة طلع عندها ايه؟ طلع عندها مشكلة ان هي عندها فتاج، والفتاج ده كبر ضرتها، عشان كده الناس افتكرت ان هي حامل في 9 شهور. يعني كده طلعت البقرة بقرة عادية، ولا هي مبروكة ولا حاجة؟ ولا مبروكة ولا حاجة، هي عندها مشكلة مرضية، لكن مفيش أي حاجة بتخليها إن هي متميزة عن البقر التاني، زيها زي أي بقرة. يا ده احنا طلعنا شعب بيجري ورا أي حاجة وخلاص. لازم نعجل الكلام اللي بيتقال يا جماعة. وبكده انتهت قصتنا. إلى اللقاء في فقرة جديدة.